ازاي اقدر يعني ابني مفهوم الاستثمار او عقليه المستثمر؟ طيب يعني انا ليه بسالك السؤال ده؟ في ناس بيركز قوي على رقم الفلوس. انا لو جالي مليون جنيه، 10 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، هو مركز على الرقم. بس هو بيقول لي طب انا افهم المهارات ليه؟ انا معيش اصلا فلوس، ما معيش كذا معيش. بس الفكره كلها ان انت ممكن حد ربنا يكرمه بفلوس، واحنا بنشوفها. يعني انا اقول لك حاجه، 80% لو في امريكا اكتر من 80% من الفائزين في اليانصيب او اللوتري في امريكا بيرجعوا فقراء تاني وبروك. بيقول لك جوز باك تو بين بروك، او بيرجع فقير تاني، مع انه بياخد ملايين الدولارات. يعني بنتكلم لوتريه من 20 مليون دولار الى 150 200 300 مليون دولار. 80 او اكتر من 80% من الفائزين باليانصيب او اللوتري بيرجعوا فقراء تاني. مع ليه؟ ولو ان هو ما عندوش من فهم المال والعقليه الماليه، وان ازاي يدير فلوسه وازاي يحافظ عليها وازاي يحوشها صح وازاي يستثمرها صح. فايه اللي بيحصل؟ بيقعد يشتري 5 عربيات وبيت هنا وبيت هنا ويجيب لاصحابه مره واحده اكتشف ان هو معاش فلوس. مش بس صرفها، هو كمان انت مش مشكله تشتري بيت كبير، مشكله تمينتينت او تحافظ عليها او تصينه. فهو مش عارف يدير المال ده. وممكن حد ربنا كرمه بمبلغ اصغر منه بكتير قوي، مثلا 100,000 دولار مثلا، عرف لانه عنده العقليه الاداره الماليه كويسه، عرف ينمي الفلوس دي على السنين، وصل للي وصل الراجل ده. 100% كلام مظبوط جدا. انا عايز احكي لك قصه انا عشتها. ابويا والدي كان يعرف واحد ملياردير، وفجاه بقى في الحضيض. فلما جه ابويا ساله نفس السؤال تقريبا اللي انت بتساله، قال كلمه حكمه بقت حلقه في وداني، وانا كنت وقتها في سن المراهقه لمعظم الشباب اللي هيتفرجوا علينا. قال لك اوعى تصرف من قرش او فلوس بكره تاني. اوعى تصرف من فلوس بكره. ايه ده؟ هو في فلوس لبكره؟ ايوه، عندنا الامثال الشعبيه المصريه الجميله بتاعتنا، بيقولوا القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. هضيف قصص تانية. مايك تايسون اللي كان الاسطوره في الملاكمه، اللي كان معاه 400 مليون دولار تقريبا، وكان بيجيب العربيات وهو وقع لانه هو اتثقف على ثقافه الاستهلاك. صحيح. انا الفلوس جت هصرف، الفلوس جت هصرف، الفلوس جت هصرف. رونالدينيو لاعب كره القدم الشهير اللي كان موهبه فذه، دلوقتي هو بقى يعني بقى بانكربت وبقوا يجمعوا له فلوس. ليه؟ لان هو ما شافش فكره التوفير وفكره الاستثمار. لو هنقول الفلوس بتيجي، أنا هنا بقسمها ل3 مستويات. عشان أقسمها ل3 مستويات دي لازم أعرف حاجة اسمها النيد والوانت والديماند. يعني ممكن نقول بالعربي بالأول. أيوة، النيد اللي هي الاحتياجات الأساسية. حلو. اللي هي الأكل والشرب والحاجة اللي هي بتضمن لي كبني آدم أبقى ليا بقاء. حلو. الوانت اللي هو اختياري للاحتياجات دي هلبيها ازاي. طب ندي مثال. أنا مثلا جعان، خلاص ده نيد، لازم اكل عشان اعيش. طيب الوانت ايه؟ يا سلام بقى على اكله كباب وكفته وسلطات وطحينه، ده اسمه وانت، انا ليا مزاج في ده. طيب الديماند دي يا فندم بتتوفر لما يكون معاك الفلوس اللي انت تحقق الوانت. طيب يبقى البني آدم لما يجي عنده ثقافة الصرف الفلوس، أول حاجة لازم يفهم النيدز بتاعته كويس، والنيدز دي هي البريوريتي بتاعته، بس يصرفها في المعقول اللي يخليه يعيش، ما يجيش على حساب إن هو يعني في بعض الأحيان في مثل عندنا سيء جدا بيقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة، أو حيني النهاردة وموتني بكرة. طيب لو أنت صرفت على كل حاجة أنت عايزها كونت، أنت في الآخر مش هيبقى معاك فلوس تصرف. لكن لما تفكر إن في جزء بتحوشه وبتعينه عشان يا إما توفره أو تستثمره، يعني الفلوس يولد فلوس. وهنا عايز بقى أقتبس من كتاب اللي هو بتاع ريتش داد بور داد اللي احنا قلناه في الأول، بتاع الأب الفقير والأب الغني. الأب الفقير والأب الغني بتاع روبرت تي كيوساكي. بيقول في ناس مفهوم عن الأصل مفهومها غلط. الأسيت، الشيء الذي تملكه. ومش هذكر أسامي، في سيلبرتي هنا في مصر معروف، هو بيحب يشوف إن هو معاه أصول كتيرة وفرحان بيها، وممكن يمر بنفس تجربة تايسون اللي احنا اتكلمنا فيها، يحصل فرق لأن هو ما تعودش على ثقافة الاستثمار. اعتمد ان هو ليه دخل من حاجات هو بيعملها as a celebrity هي اللي هتضمن له، لكن هل هو يضمن صحته في المستقبل؟ هل يضمن ان الذوق العام هيفضل دايما ثابت؟ لا.
بس الشاطر اللي هو يبقى عامل حساب لبكرة ويبتدي يشغل الفلوس. عايز احكي قصة على محمد صلاح بتعجبني جدا، ان الراجل عارف ان هو في يوم من الايام هيبطل كورة. عارف حضرتك، هل تعلم ان محمد صلاح من اكبر المستثمرين او مطورين العقاري في لندن في انجلترا؟ عشان عارف وقت، دي معلومة مش كل الناس تعرفها. وبالمناسبة مرموش لما بيلعب في السيتي هو واخد نفس الاتجاه بتاعه. هو عارف اجلا او عاجلا مو صالح والشهرة هتخفت. ليه؟ بحكم السن واللعبة نفسها. لكن هل هو هيخفت؟ لا، هو كان ذكي. هو اخد جزء من الفلوس اللي بياخدها، مش مجرد بيحطها في اودعة او اوعية ادخارية. وهنا برضه هنشرح للشباب لا تضع البيضة كله في سلة واحدة. أسوأ حاجة ان الواحد وخصوصا في الستارت اب ان هو بيستثمر في حاجة واحدة ومش شايف غيرها، ما عندوش بلان بي ولا سي. محمد صلاح عامل بلان بي وسي، انا بعمل حاجات ليها علاقة. فلو احنا شفنا نموذج تايسون ان هو كان فاشل في إدارة المال ان هو يوفره او يستثمره في ظروف مستقبلية هتحصل، ففي المقابل بتاعه محمد صلاح اللي عمله في ريل استيت، ان هو عارف ان في لحظة هيبطل، فبالتالي الفلوس دي هيصرف على نفسه، فهيقدر يضمن له البقاء. لان احنا قلنا في البداية هي غريزة البقاء للإنسان.